مراجعة فيلم فيها ايه يعني، بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل. اتفرجت على الفيلم ده يا جماعة في السينما، انا رحت السينما اخيرا، ايوه متأخر بس حصل يا جماعة. الفيلم فيه شوية حاجات لطيفة جدا، ايجابيات حلوة جدا، وفيه كمان سلبيات ما استلطفتهاش خالص. وخلينا نبدا. رقم واحد في الايجابيات بالنسبه لي هو اداء الممثلين. بصراحه يا جماعه مصطفى غريب حلو، اسماء جلال لطيفه. اول مره احس ان انا مستلطف اسماء جلال وان هي مش طالعه تقول لنا يا جماعه انا حلوه، يعني ده انا اول مره احس بالشيء ده. ثم كمان اداء ماجد الكدواني طبعا حدث ولا حرج، يعني صباح الفل. ماجد الكدواني يعني تمثيل حلو، وغادة عادل كمان عملت اللي عليها بشكل لطيف. ولكن كان في سلبيات في الفيلم ده من ناحية الكتابة بتاعت الفيلم بتدور عن حد بيبحث عن حب قديم، ولطيفة لحد هنا والقصة لطيفة، ولكن الفيلم طويل جدا كسلبية. يعني القصة بسيطة خالص، القصة تتعمل يعني انا حاسس ان انا بتفرج مثلا على ايه، فيلم كده بسيط خالص يتعمل في ساعة ونص او اقل من ساعة ونص. لا، انا حسيت ان الفيلم ده 3 ساعات من كتر ما انا كنت ملان بصراحة، ومن كتر ما كان في حاجات ضايقتني في السلبيات برضو. ان الفيلم ده فيه اغنيتين في الفيلم، فليه فيه اغنيتين الله اعلم. في جزء كامل بتاع ايمن وطار، بصراحة يا جماعة الجزء ده انا اسف ملوش اي 3 لازمه كتابيا، يعني ما حسيتش ان انا لو شلناها احس باي شيء خالص. يعني لا، ما اضافش شيء، وما كانش فيه الكوميديا الصارخه. الكوميديا يعني كانت عند مصطفى غريب وتعشت على كده وكانت لطيفه. والفيلم حلو، ولكن هل انا ارشحه لكم تخشوه في السينما يعني والفيلم يستحق وكده، مع انه اصلا كده كده حقق ارباح وكل حاجه؟ بصراحة لا. يعني الفيلم تتفرج عليه كده على منصة لطيفة، تتفرج عليه على التلفزيون، لكن سينما ما حسيتش ان كان المشوار مستاهل خالص. وتقييمي للفيلم في الاخر هو 6/10 وبس كده. تنسوش اللايك، كومنتس اذا كنتوا مختلفين او متفقين معايا في اي حاجة، وتابعوني بنزل محتوى عن التمثيل. سلام.